اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي راديو القاهره اليوم في كل مكان. عقب نهايه اجواء مسرح تياترو افاق بيسعدني ويشرفني احد رواد هذا العمل. اهلا بيك حضرتك بنور. في البدايه ايه العمل اللي حضرتك قدمته النهارده؟ هو اول عمل قدمته صبي الحرامي. تمام. في مسرحيه حلم السنين. هو بيتكلم ان هو صبي الحرامي غبي، والاثنين المعلم والصبي الاثنين بيخافوا قوي، يعني الاثنين بيخافوا وبيترعبوا من اي حاجه وجبنه. تمام. حضرتك الاداء ده كويس اللي قدمته ولا عندك احسن من كده؟ ان شاء الله هتبقى في اداء احسن وان شاء الله نظهر في عروض اقوى واقوى، وان شاء الله اتمنى يكون المشهد عجبكم. وقمت برضو في مسرحيه حكايه بنت بدور اسمه كريم، اللي هو كريم صاحب دنيا ورنا ومحمود، دول يعتبر الشله في اي حته موجودين. بيسعدنا وشرفنا الفنان علاء صلاح. اهلا بحضرتك. اهلا، ازيك يا اخويا؟ دورك ايه في المهرجان النهارده او في مصر؟ دور النهارده كان دور بودي ودور شعلان. انت ممكن توضح لنا اكتر تفاصيل الدور؟ دور شعلان كنت مساعد دجال وكده، يعني دخلت انا غنيت والناس يعني عجبهم صوته وكده، وابتدى بنادي يعني على الدجال بتاعي، فبقول له ابتدت اخرج الزهره يا ولاد الحمار، فاحنا بنقول مدد وكده.